إن الحداثة الغربية كانت مجرد نقض لقديمها ومغامرة في المجهول بلا تأصيل جديد، تأصيل محدد ملموس قابل للنقاش العام وللمحاكمة المعرفية المشتركة بين جميع العقول والأفهام، وليس مجرد حالات تعبيرية ذاتية تؤصل لذاتها بذاتها في كل حالة. فهذا من شأنه أن يؤدي إلى نوع من الفوضى في الرؤى والتصورات والأفهام، كما حال الفكر العربي والوعي العربي العام في هذه المرحلة. وبطبيعة الحال فلا يمكن تحميل أي مفكر بعينه أو اتجاه بعينه مسؤولية هذه الحالة العامة، ولكن المطلوب أن يسهم المفكرون في معالجة هذه الحالة وتطويقها بدل أن يكونوا ضحايا لها بشكل أو بآخر، أو أن ينساقوا إلى تعميقها. وربما ثمة منطق يقول: لنعمق حالة الفوضى العامة إلى أقصى حد، لنعمق حالة الفوضى العامة إلى أقصى حد نقضاً لهذا القديم المتراكم، ثم سيأتي الجديد المنتظر فيما بعد، فهذه ليست مسؤوليتنا. إن هذه حالة منتشرة بين عدد غير قليل من المثقفين العرب، لكني لا أراها موقفاً مسؤولاً، كما أنها تنم عن نوع من العجز الفكري في الإبداع الحقيقي لتقديم تصور جديد متبلور قابل للإدراك المشترك، قابل للإدراك المشترك ثم للتحقق الجماعي على صعيد الواقع بما يتعدى الحالات الفردية. عندما نقض الغرب أصله الكنسي التقليدي في الفكر وفي الرؤية العامة للحياة، عاد إلى أصل أقدم له وجده متلائما مع تطلعاته الجديدة في التقدم والحداثة، هو الأصل العقلاني الإغريقي، ثم بنى عليه وطوره، بل وتخطاه إلى عقلانية جديدة لكن متحددة ومتعينة من ديكارت إلى كانت وغيرهما من فلاسفة الغرب المؤسسين. هنا إذن أصل جديد تحدث وتعين للحداثة، ولم تكن كل حالة حداثية فكراً أو فناً أصلاً لذاتها، فثمة عام وخاص في كل حالة إبداعية. وإذا كان العام الأصل أو القانون العام وحده لا يكفي لخلقها، فإن الخاص بمفرده وعلى الصعيد الفردي أعجز من أن يجعل منها حالة إبداعية عامة قابلة للتأثير في محيطها الإنساني. وهذا ما تعاني من المحاولات الشعرية والكتابية للكثير من الشباب العرب الذين يفتقرون إلى الوعي بمثل هذه الحقيقة الإبداعية الحضارية في حماسهم المخلص بدون شك من أجل التغيير. الجديد هو الذي يخلق أصوله ويحددها ثم يلتزم بها. الجديد هو الذي يخلق أصوله ويحددها ثم يلتزم بها، وإلا فهو الفوضى أو القفز في الفراغ. هذا مبدأ أساسي في فلسفة التاريخ وفلسفة الحضارة والتقدم، لا يمكن نقضه أو إغفاله. ثم إن التجديد إذا كان تجديداً متعيناً في واقع البشر لا في تصورهم وأوهامهم الذاتية فحسب، فلا بد أن يكون انعطافاً نوعياً لتراكم سبقه في التاريخ والاجتماع والفكر، وليس بداية من نقطة الصفر أو بداية دائمة لا تعرف من أين بدأت وإلى أين ستصل. لا توجد في مسيرة التطور البشري بدايات من نقطة الصفر، لا توجد في مسيرة التطور البشري بدايات من نقطة الصفر، حيث كل بداية مهما كانت ثورية وجديدة هي استمرار من ناحية وانعطاف من ناحية أخرى في الوقت ذاته.
عندما درست التجربة اليابانية بحثا عن سرها التجديدي المدهش، وجدت أن هذا التجديد يربطه خيط سري بأصول التقاليد اليابانية القديمة، حيث ينطلق منها باتجاه المستقبل تطويرا وتخطيا لا نقضا واستلابا، لم يستلب تجاه تقاليده. كما وجدت أن نقطة البداية في التقدم الياباني اجتماعا واقتصادا وسياسة وفكرا كانت تنطلق في كل حالة من أقصى ما وصل إليه التراكم التاريخي الياباني، ولم تكن نقطة البداية بداية من الصفر. لذا وصلت اليابان قبل أن يصل غيرها، لأنها عرفت كيف تستثمر وتوظف خيوطها التقليدية في نسيجها العام من أجل إعادة تجديده، بدل أن تلغيها وتبقى عارية تماما تبحث عن رداء جديد لا وجود له، من النوع الذي يأتي ولا يأتي كما نقول في الشعر العربي الحديث. لا أتصور أن الأستاذ أدونيس يختلف معنا جذريا بهذا الصدد من الناحية الفكرية العامة، لكني عندما حاولت البحث في كتاباته عن هوية الجديد الذي يدعو إليه لم أستطع أن ألمس الملامح العامة لهذه الهوية، عدا القول بمغامرة البحث المستمرة والانتقال من المجهول الشعري إلى المجهول الكوني حسب تعبيره. ولكن الحداثة المعاصرة لديها معلومها الذي تنطلق منه إلى المجهول. الحداثة المعاصرة لديها معلومها الذي تنطلق منه إلى المجهول. وأية نظرية في المعرفة إذا كانت نظرية عقلانية لا يمكن أن تبدأ إلا من المعلوم في سبيل الكشف عن المجهول. وارتياد مجهول الفضاء اليوم يتم من نقاط ثابتة على الأرض ومن معطيات مبرمجة بدقة، ثم يعود إلى المحطات ذاتها بعد رحلة المجهول ليضيف المتكشف من مجهوله إلى المتحقق من معلومه. في محاضرة للأستاذ أدونيس بمؤتمر الأدب العربي المعاصر الذي عقد بروما عام 1961، اعتبر حركة التجديد الشعرية المتمثلة في أبي نواس إلى أبي تمام أبرز مظهر تجديدي في تاريخ الشعر العربي، إلا أنه عاد إلى القول بأن هؤلاء المجددين لم يكونوا بين قوسين ثوريين بالكامل، ولم يتمكنوا من تحقيق بين قوسين نهوض حقيقي. فماذا كان يقصد بذلك على وجه التحديد؟ علما أنه في سيرته الشعرية الثقافية ها أنت أيها الوقت عام 1993 اعتبر حركة الشعر الحديث التي ينتمي إليها أعظم إنجاز شعري بعد إنجاز الكوكب الفريدة أبي نواس أبي تمام إلى آخره. وليس القصد البحث عن تناقضات في موقفه، فكل مفكر مخلص للمعرفة يبحث عن المزيد فيها، لكن القصد بإيجاز أي جديد يدعونا إليه وأي حداثة يريدها، ما ملامحها على وجه التقريب. قال مؤخرا في كتابه النص القرآني وآفاق الكتابة 1993 بين قوسين: وراء الحداثة إذن رؤية شاملة لمشروع ثقافي حضاري شامل. هذا بالضبط، انتهى القوسان، هذا بالضبط ما نبحث عنه تحديدا في كتاباته وما أسأله عنه، وهذا ما هو في تقديري غائب إلى حد كبير عن وعي الجيل الثاني من الكتاب الذين ينحون منحاه. هذه هي القضية الأولى. القضية الثانية أن أدونيس في كتابه البحثي الهام الثابت والمتحول
قد نهج منهجا نقديا محددا في غربلة مختلف جوانب التراث العربي والإسلامي وتياراته ومذاهبه، وهو توجه يرحب به من حيث المبدأ نحو إعادة التأسيس المعرفي لفكرنا وتصورنا لتاريخنا وتراثنا، حيث ما زال يشوب وعينا العام بهذا الصدد الكثير من اللبس والغموض وإغفال الحقائق الأساسية. غير أنه دمج في بحثه هذا بين المعرفي والأيديولوجي وبين الموضوعي والذاتي، وذلك في نظره إلى تيارات التراث العربي ومذاهبه واتجاهاته، بحيث تداخلت قضايا البحث المعرفي مع قضايا الأيديولوجيا المذهبية القديمة والجديدة، بما يستدعي وقفة متأنية لفض الاشتباك بينهما. فقد قسم الأستاذ أدونيس صورة التراث العربي إلى ثنائية حدية تكاد تشبه ثنائية الأسود والأبيض، فجمع في ناحية ما أسماه بروافد الثبات والاتباع والتقليد والجمود، وجمع في الناحية الأخرى ما اعتبره تجليات الرفض والتحول والإبداع والتغيير والتقدم، وافترض أن العلاقة بينهما في إطار التراث الجامع ليست علاقة جدلية تكاملية، بل علاقة تناقضية دحضية، مفضلا بطبيعة الحال الاتجاه الرفضي الثاني على الاتجاه الاتباعي الأول، وداعيا إلى قلب التراث من داخله على هذا الأساس، وهو موقف في تقديري يغفل أو يقلل من شأن التفاعل التاريخي الذي حدث بين الاتجاهين، وما أظهره تيار الاستمرار في التاريخ العربي من قدرة على التطور الحضاري في بعض المنعطفات الهامة، وكذلك ما كشف عنه تيار الرفض على الجانب الآخر من نزعات ثبوتية جامدة لا تقل عن تجمد بعض روافد التيار القبولي السائد، بما يؤشر إلى أن المسألة التراثية لا يمكن حسمها على أساس تلك الثنائية المتضادة بين رفض وقبول، ومن خلال قلب الصراع الأيديولوجي المذهبي القديم وإعادة إنتاجه من جديد بشكل مقلوب، أي بتبني كل ما هو رفض ضد كل ما هو قبول، هكذا على نحو مطلق. هناك ظاهرة تاريخية أساسية أظهرت قدرة تيار الاستمرار في الجسم الحضاري العربي الإسلامي على استيعاب عناصر كثيرة من تيار الرفض وإدماجها في تيار القبول، وتوليد صيغة استمرار جديدة كانت الأهم والأعمق أثراً بين كل التيارات الرفضية والمعارضة الأخرى التي ركز عليها الأستاذ أدونيس في الثابت والمتحول، دون أن يعطي هذه الظاهرة التاريخية الكبرى ما تستحقه من اهتمام، سواء في بحثه أو في خلاصاته الفكرية النهائية. وأعني بهذه الظاهرة الكبرى الحركة العباسية ثم الدولة العباسية الأكثر استمراراً وعطاءً من أي حركة أخرى في التاريخ العربي الإسلامي، والتي اعتبرها بعض المؤرخين بأنها في تاريخ الإسلام كانت في مستوى الثورتين الفرنسية والروسية في التاريخ الأوروبي. لقد انطلقت الحركة العباسية ودولتها من المساواة العامة بين المسلمين، وتجاوزت إطار الدولة الأموية بهذا الصدد، واستمدت القيادة من الفرع الهاشمي الأقرب لتراث النبوة،